السلام عليكم، معكم منى. هنتكلم النهارده عن مصر انضمت لبريكس، وايه المشكله الخطيره ان مصر تنضم لبريكس. عايزين تعرفوا؟ خليكم معايا تعرفوا كل حاجه. قبل ما اتكلم عن الموضوع يا ريت تشجعوني لان القناه لسه جديده، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك علشان القناه تنتشر والناس تشوفها. ان شاء الله القناه تكبر بيكم. قبل ما اتكلم في الموضوع هتكلم ان في قضية بتاعت ضابط مدينتي، اتكلمت عنه قبل كده في فيديوهاتي قبل كده. اتحكم عليه بالمؤبد 25 سنة سجن، اللي هو دهس عيلة في الشارع وتوفت دكتورة بسمة علي، والزوج والأولاد حصل لهم كسور وجروح. الضابط ده اتحاكم بسرعة جدا وخد الحكم، السجن المؤبد 25 سنة سجن في المحكمة العسكرية. عشان احنا في دولة قانون، في دولة قانون. هنتكلم في الموضوع. هنتكلم الأول عن بريكس اتأسست ازاي وفي بدايتها، وبعد كده هقول في الآخر الفيديو هقول ايه المشكلة الخطيرة لما مصر تنضم لبريكس. خليكم معايا. بريكس الأول اتأسست سنة 2000. علشان اتأسست المنظمة دي علشان تبقى نظام عالمي، هيبقى ثنائي القطب بدل ما يبقى قطب واحد اللي هي أمريكا، هيبقى قطبين. كانت 4 دول الأول: برازيل والهند وروسيا والصين. كان الحرف من كل حرف من دولة فسموها بريك. بعد كده جنوب أفريقيا لما انضمت معاهم في 2010 سموها بريكس. في 2014 تم الاتفاق على إنشاء بنك التنمية الجديد برأس مال 100 مليار دولار. قدمت كل دولة 20 مليار دولار علشان تقدم قروض ومعونة للدول الأكثر احتياجا، إلى جانب إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ عشان تدعم الدول الأعضاء. إيه أهداف منظمة بريكس؟ استقرار مالي واقتصادي على النظام العالمي المهيمن اللي هي أمريكا المعتمد على الدولار، وعايزة كمان ان هم يعملوا قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبعة اللي هي G7 اللي كانت بتهيمن على 60% من الثروة العالمية. عايزين كمان يعملوا نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطب بدل ما يبقى قطب واحد عشان يحيد من هيمنة الولايات المتحدة والغرب. وعايزين يدعموا الدول الأعضاء من أجل سداد الديون، وعايزين يمولوا بنية تحتية ومشاريع مناخية في البلدان النامية، طبعا تبقى كمان فايدة ليهم. تعمل كمان على اتفاق عملية. عايزين يعملوا عملة بريكس موحدة عشان يقلصوا من هيمنة الدولار ويبقى التبادل التجاري بالعملة دي. بس العملة بريكس دي هيعملوها لسه مش في المستقبل القريب ان شاء الله. اما دلوقتي بيعملوا التبادل التجاري بالعملة المحلية، كل واحد وليه العملة بتاعته، زي مصر مثلا والسعودية او مصر والهند او الصين او اي دولة من الاعضاء دي هيبقى بالعملة بتاعتها مش بالدولار. اعتبر من 1 يناير سنة 2024 السنة اللي جاية مصر هتنضم رسميا لبريكس مع 5 دول تانيين اللي هي السعودية والإمارات وأثيوبيا وأرجنتين وإيران. والسنة الجاية ممكن كمان بيفكروا كمان هيبقى في دول تانية زي الجزائر أو أندونيسيا أو دول تانية. البريكس ده بيبقى بيعمل ايه؟ بيعمل جذب كتير من الاستثمارات الأجنبية. يعني مثلا روسيا عايزة تعمل استثمارات في مصر، هنا في مشاريع واستثمارات هنا في مصر هنعملها، أو مصر عايزة تعمل مشاريع تانية بره برضو هتعملها بالعملة المحلية. استهداف التكتل ده انه بيقلل التعاملات بالدولار الامريكي، وبيخفف من الضغط اللي على النقد الاجنبي بالذات في مصر، عشان الدولار عندنا مشكله في ازمه اقتصاديه بالنسبه لنا عشان الدولار عندنا ناقص. وكمان هيحسن كده من المؤشرات الاقتصاديه المحليه. وكمان مصر هتبقى موجوده عضو في البنك التنميه التابع لتكتل بريكس، وكده هيبقى في فرصة للحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات التنموية اللي مصر بتعملها على طول. ما بتقفش بمشاريع تنموية، على طول بتعمل مشاريع تنموية. ولكن البنك التنمية ده بيبقى الشروط بتاعته سهلة، مش زي صندوق النقد الدولي بيبقى شروطه صعبة شوية. الحرب الأوكرانية دي والكورونا هي السبب في الأزمة الكبيرة في مصر وفي العالم كله، مش احنا بس. تحالف بريكس ده بديل لصندوق النقد الدولي زي ما قلت والبنك الدولي في تقديم خدمات دعم اقتصادي.
وبيتيح لمصر استغناء عن الاعتماد عن الدولار في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء اللي هي في بريكس. وبكده هيبقى في تبادل تجاري بالعملة الجنيه المصري والمحلية وبالعملة التانية من الدولة التانية. التوسع التجاري، هيبقى في توسع تجاري مع أكبر اقتصاديات ناشئة في العالم، وفتح مجال نمو اقتصادي سريع، وإنهاء أزمات اللي هي بتعتمد على الدولار، وإنهاء أزمات كمان اللي فيها استيراد وتصدير، عشان الدولار مش لاقيينه، فبيبقى في مشكلة في الاستيراد. وهيبقى هنفتح كمان أسواق جديدة للمنتج المصري في الدول دي، وزيادة علاقات مصرية دولية مع أكبر الدول الاقتصادية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية ضخمة. وكمان هيبقى في سياحة كبيرة من الدول دي. الدول دي هتعمل هيجوا سياحة لمصر. الدول الأعضاء في بريكس هتستفيد بقوة من اتفاقيات التجارة دي. هيبقى فيه كمان إعفاءات جمركية وضريبية، كمان إعفاءات جمركية وضريبية، بما يزيد من حجم التبادل التجاري. هيبقى كمان في تكامل في الصناعة والسلع والمواد الخام اللازمة للإنتاج. احنا عارفين بريكس دي عبارة عن 30% تلت العالم من حيث المساحة، و41% من حيث عدد سكان العالم، و40% من الإنتاج المحلي في العالم. وكمان لسه هيزيد عشان في دول تانية هتشترك معاهم. النسبة دي هتزيد بعدين في المستقبل. مش معنى ان احنا في بريكس يبقى احنا هنبتعد عن الدول الغربية، ولكن عشان دي خطوة للوصول لوضع توازن مع قوة الاقتصاد العالمي. يبقى في توازن، يبقى في قطبين بدل ما يبقى قطب واحد، يبقى في قطبين، ويبقى كده في توازن. في خبير في الاقتصاد والعلوم السياسية قال إن الغرب لم يعد يسيطر على الاقتصاد العالمي، وأوضح إن ترابط الدول الغربية أصبح أضعف بسبب الأزمات الاقتصادية الموجودة، زي الحرب والكورونا والتضخم. كل دي مما أدى إلى ضعف الدول الغربية. وإن مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي تفوق فعلا على مجموعة السبعة اللي هي G7. مجموعة بريكس تعمل على ترابط وتحقيق منفعة للجميع. يبقى تعمل دول بريكس على توسيع حجم السوق وتحسين حركة الاستثمارات والأموال، وكمان نقل التكنولوجيا والتصنيع في الدول الصناعية الكبرى زي الصين وروسيا والهند، الدول النامية. فهي بتعلمنا كمان هنعمل مشاريع ازاي، زي الضبعة مثلا اللي هي روسيا بتعمله حاليا في مصر. فتح أسواق كمان جديدة لمصر أمام صادرات مصر، والعمل على تحقيق مشكلات العملة الأجنبية اللي بتواجهها مصر. يبقى بريكس ده مصدر مهم للاستثمار الأجنبي المباشر، وكمان في صناعة السيارات وفي النقل وفي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا. الطاقة النظيفة اللي مصر هتعمل المشروع ده ضخم جدا في مصر قريب. مصر علاقتها كويسة مع أمريكا والغرب. مش معنى إنها جزء من بريكس إنها يبقى في مشكلة معاهم، لأ بالعكس. إن الصين نفسها تاني أكبر اقتصاد في العالم. الأولى طبعا هي أمريكا. أكبر شريك تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. فلا يمكن تصنيف دول بريكس على إنها كتلة مناهضة للولايات المتحدة أو الغرب. الإخوان بيقولوا إن انضمام مصر في البريكس دي كارثة، ودي مشكلة خطيرة. إن مصر هتاخد قروض تاني من بنك التنمية تبع بريكس، والديون هتزيد، وهي كمان مش هتنتج، وصادراتها هتبقى قليلة، والاستيراد هيبقى كتير، وهيحصل مشكلة في العملة، وإن المصانع بيقفلوها ومفيش إنتاج. أنا بقول لهم إن مصر بتعمل مشاريع صناعية كبيرة جدا. شوفوا كده عدد المصانع المفتوحة كل سنة بتزيد عن السنة اللي قبلها. سنة 20 مثلا 47 ألف مصنع. سنة 21 بقت 56 ألف مصنع، وأكتر كمان من كده. زادت كمان عدد العاملين، مادام عدد المصانع بيكتر طبعا عدد العاملين بيكتر. في إنتاج، في مشاريع صناعية كبيرة وزراعية هقول لكم عليها في حلقات تانية. النمو الاقتصادي بقى كان 3/10 بقى 4/10، وهيبقى 5/10 و6/10 السنة الجاية. عشان كده مصر انضمت لبريكس واختارتنا عشان الموقع بتاعنا والمواني بتاعتنا اللي احنا طورناها، وقناة السويس اللي احنا وسعناها وطورناها. فكل ده عكس الكلام الإخوان خالص. وكمان احنا بنقلل الاستيراد
على قد ما نقدر إحنا بنقلل الاستيراد وبنزود الصادرات، وحتى شوفوا الصادرات حتى السنة دي من السنة اللي فاتت هتلاقوا الأرقام بتزيد مش بتقل، الصادرات بتزيد. إحنا في أزمة اقتصادية ولكن في خير جاي لمصر، ومصر قريب جدًا هتبقى من أعلى الاقتصادات في العالم إن شاء الله. وبكده الحلقة خلصت، وإن شاء الله ما تنسوش تشتركوا